احنا هل نريد ان بكره نسمع ويقولوا والله الكفره لا والله خش الجنرال السوداني فلان خذاها ويكلم غادي؟ ردوا بالكم، راهي الاربع خمس ايام الاخيره تحمل تهديدات وصلت الى نائب القائد العام للقوات المسلحه السودانيه، وصلت الى وزاره الخارجيه السودانيه، وراهي السودان فيها عناصر وخبرات وهي دوله مؤسسيه قديمه، ما تاخذوش على المتمردين بالذهب بتاع وادي عامر اللي هو حمدتي ولا بفلوس الاماراتيين ارخاص. بعدين الاماراتيين لا يعنيهم يا سيدي، وسقطت الكفر وسقطت بنغازي، بالنسبه لهم شنو يعني؟ كلب وطاحت عليه حيطه كما يقولوا الليبيين، ولا يعنيهم اي حاجه، ويجدوا مكان اخر يشتغلوا منه. وصارت لهم من قبل عده مرات انه يفقدوا حليف، خلاص ما عادش يجوا عليه حتى مره واحده. تبي تجي نعطوك حوش في ابو ظبي ولا في دبي تقعد فيه، تعال نعطيك مرتب مش مشكله يعني، زيك واجدين يعني. ولكن نحن كليبيين يعنينا، أرضنا تعنينا، سيادتنا تعنينا، ترابنا يعنينا، تاريخنا يعنينا، فلا يمكن أن نسمع بهذا العبث. وعلينا أن يكون هناك موقف من ألا نتدخل في الحزام السوداني، ألا ندخل حق الألغام، ما عندناش لا خرائط. نحن وين نعرف الكلام هذا بتاع الكتيبة هذه اللي دايرين اللي دايرين لحية، بيقاتل جراس السودان بلحيته، كيف يقاتلهم؟ ما يقدرش. ويا سيدي في الاخر احنا ما نبوش نقاتلوا ضدهم، ليش نقاتلوا ضدهم؟ شن بيننا وبين السودانيين سيئين؟ هل ينسى الليبيين ان احنا في الخمسينات المدرسين السودانيين قديش كانوا موجودين في بنغازي وفي برقه وكذا؟ هل ينسوا وقفتهم في ثوره في 2011 اول طائره جابت سلاح الى مطار بنينه جاءت من الخرطوم لمساعده الناس؟ اذا يعني علينا ان يكون موقفنا جيد، وما يكونش موقف شويه الانتهازيين الارزقيه اللي شروهن الاقلام اللي يطلع يقول لا دعموا الاسلاميين زمان. دعموا الاسلاميين زمان، الان برهان متحالف حتى ما حمدوك اللي هو شيوعي. شن تحكي؟ لماذا تخلط الامور على الناس بحيث انك تبرر اذا بكره طاحت الكفره؟ ما هو انت بعدها سنعطوك على افاك، نقول لك انت واحد من الناس التي تتسبب في ضياع الارض الليبيه. وعلى العموم ان شاء الله خير، وان شاء الله مخاوفي مش في محلها، ولكن علينا ان نتخذ موقف.